الاكتيفيتيز اللي ممكن الاطفال يعملوها معانا في الكامب؟ طبعا بغض النظر عن اللي شفتوه ده، داخل هذه المغامرة اللي بتكون في الصحراء في اكتيفيتيز كتير جدا، من ضمنها مثلا هايكنج في الصحراء. بنشوف شخصيات مختلفة من بيئات مختلفة، بنسمع قصتهم ونخلي الاطفال تتعرف عليهم. دي واحدة بتطبل عادي. اهم حاجة كمان ورش الصحة النفسية اللي بتقدمها الكامب. دي واحدة راكبة جمل عادي. ممكن نشوي مارشميلو. ده حتى النوم يعتبر اكتيفيتي. النوم في الخيام في الفيو ده اكتيفيتي. مش كده برضو ولا ايه؟ دي بنات بترقص زومبا عادي. مغامرة تحضير الاكل، اللي فات حمادة واللي جاية حمادة تاني. الاطفال اللي في الكامب هم اللي بيحضروا الاكل بنفسهم، هم اللي بيساعدوا فيه تقريبا بنسبة 90%. يا رب اكون قدرت اوصل لكم الرسالة ان المغامرة كلها نفسها تعتبر اكتيفيتي. تفتكروا ايه الاكتيفيتيز اللي ممكن الاطفال يعملوها معانا في الكامب؟ طبعا بغض النظر عن اللي شفتوه ده، داخل هذه المغامرة اللي بتكون في الصحراء في اكتيفيتيز كتير جدا، من ضمنها مثلا هايكنج في الصحراء. بنشوف شخصيات مختلفة من بيئات مختلفة، بنسمع قصتهم ونخلي الاطفال تتعرف عليهم. دي واحدة بتطبل عادي. اهم حاجة كمان ورش الصحة النفسية اللي بتقدمها الكامب. دي واحدة راكبة جمل عادي. ممكن نشوي مارشميلو. ده حتى النوم يعتبر اكتيفيتي. النوم في الخيام في الفيو ده اكتيفيتي. مش كده برضو ولا ايه؟ دي بنات بترقص زومبا عادي. مغامرة تحضير الاكل، اللي فات حمادة واللي جاية حمادة تاني. الاطفال اللي في الكامب هم اللي بيحضروا الاكل بنفسهم، هم اللي بيساعدوا فيه تقريبا بنسبة 90%. يا رب اكون قدرت اوصل لكم الرسالة ان المغامرة كلها نفسها تعتبر اكتيفيتي. تفتكروا ايه الاكتيفيتيز اللي ممكن الاطفال يعملوها معانا في الكامب؟ طبعا بغض النظر عن اللي شفتوه ده، داخل هذه المغامرة اللي بتكون في الصحراء في اكتيفيتيز كتير جدا، من ضمنها مثلا هايكنج في الصحراء. بنشوف شخصيات مختلفة من بيئات مختلفة، بنسمع قصتهم ونخلي الاطفال تتعرف عليهم. دي واحدة بتطبل عادي. اهم حاجة كمان ورش الصحة النفسية اللي بتقدمها الكامب. دي واحدة راكبة جمل عادي. ممكن نشوي مارشميلو. ده حتى النوم يعتبر اكتيفيتي. النوم في الخيام في الفيو ده اكتيفيتي. مش كده برضو ولا ايه؟ دي بنات بترقص زومبا عادي. مغامرة تحضير الاكل، اللي فات حمادة واللي جاية حمادة تاني. الاطفال اللي في الكامب هم اللي بيحضروا الاكل بنفسهم، هم اللي بيساعدوا فيه تقريبا بنسبة 90%. يا رب اكون قدرت اوصل لكم الرسالة ان المغامرة كلها نفسها تعتبر اكتيفيتي.